فعلا الذهول، لان احنا صحينا تاني يوم لقينا كل المسؤولين المرتبطين بالحادث قاعدين على كراسيهم، مفيش بيان، مفيش حاجه، كأن صراصير ماتت، كأن فعلا صراصير ماتت. مش عايز اقول ان الناس دي تم التحريض عليهم بعد موتهم بتصريحات الاستاذ مرتضى منصور، لكن كمان تاني يوم خلاص احنا هدينا. احمد بيقولوا لي معلش فاصل بسرعه فاصل بسرعه. طيب هنطلع فاصل بسرعه ونرجع لكم على طول. ناخد الفاصل. بعدها دخل مرتضى منصور في ازمه كالعاده، ولكن مع اتحاد كره اليد. تم ايقاف مرتضى ومنعه من حضور الماتشات. مرتضى ما سكتش، راح نهائي كاس اليد واقتحم الصاله المغطاه ومعاه كاس بلاستيك من العتبه تقلبه على وشه يقول بابا وماما. الاجمل ان مرتضى نزل بيه الملعب واحتفل بيه كمان. احنا ياما شفنا في مجالس ادارات الزمالك فشل وتخبط، لكن رئيس نادي بيحتفل بكاس بلاستيك كده هوبا خالص. مرتضى عمره ما كان قوي الا على الزمالك، عمره ما انتصر في قضيه الا ضد الزمالك، عمره ما قدر يقهر حد، يأذي حد، يعطل مسيره حد غير الزمالك. لا لمرتضى منصور. مش عارف عيل تافه اسمه مسمي نفسه مش عارف عفيفي في ايه. عفيفي ده كان بيبوس الجزمه عشان يشتغل، تمام؟ بيقعد يتريق ويهرج ومش عارف ايه. يا ابني دول زملكاويه، انتوا زملكاويه. اخبارك ايه يا فندم؟ لا قرفان. قرفان ليه؟ لان عيل تافه امبارح في احدى البرامج طلع بيقول لك الزمالك الشكل الجميل ده عشان رئيس النادي ما عادش بيتكلم. الله ده يا ولد قليل الادب محتاج ربايه. بقول لك يا عفيفي لو جبت سيره رئيس نادي الزمالك تاني هعلقك من رجليك على باب DMC. عفيفي بس هو عفيفي اعتقد ان هو صديق لامير واحمد وراجل زملكاوي مليون في المية. لا اسوأ شيء دلوقتي الزملكاويه اللي بيقول لك كل بجاحه يقول لك اصل عشان رئيس النادي سكت. انت بتهزر معايا يا بشخه؟ انت مين انت يالا؟ معلش يا سياده المستشار. انت مين انت؟ معلش ده انت رئيس نادي الزمالك.